السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ازيكم طلاب الأعزاء، طلاب الفرعون في كل مكان في مصر. أهلا بكم حباب قلبي دفعة 2025. النهاردة بإذن الله هنعمل مراجعة شاملة للصف الثاني الثانوي. بإذن الله هنحل نماذج استرشادية بتاعت الوزارة، وبإذن الله هنشرح أجزاء من المنهج مهمة يا صديقي انت بتاخدش بالك منها، حاجات كده بين السطور. طب هل يا مستر المراجعة دي كفيلة تخليني ألم المنهج؟ بإذن الله مراجعة كفيلة تخليك لو انت على الأبيض تخليك تجيب الدرجة النهائية في التاريخ. وكل اللي محتاجه منك في الفيديو ده انك تسمي الله وتصلي على رسول الله وتجهز ورقة قلم وتستناني. يلا بقى يا صديقي نبدأ أول فيديو في النماذج الاسترشادية. طب يا مستر اهي النماذج الاسترشادية دي كام نموذج؟ 3 نماذج. يعني احنا النهارده هنحل بس؟ لا يا صديقي، احنا هنحل وهنشرح وهنقول نواتج تعلم. بص يا باشا، لما نيجي لأول سؤال في النموذج الأولاني نشوفه بيقول ايه؟ بيقول لك ما الصلاحية الصد للدفاع عن الدين الإسلامي بعد ايه؟ طبعا احنا عارفين ان احنا بدأنا ندافع عن الدين الإسلامي بعد يا محترم. هتقول لي يا مستر بعد بيعة العقبة الثانية. ازاي؟ هقول لك تعالى. مش احنا في بيعة العقبة الثانية لما النبي صلى الله عليه وسلم بدأ يطوف على القبائل بعد ما رجع من الطائف، وفي ناس بيعوه في بيعة العقبة الأولى سنة 12 من البعثة؟ هتقول لي أيوه، لما آمن معاه 12 واحد وبيعوه على الإيمان بالإسلام. دي في بيعة العقبة الكام؟ الأولى. إنما في بيعة العقبة الثانية يا محترم دي كانت سنة 13 من البعثة. مستر يعني ايه 13 من البعثة؟ يعني بعد نزول الوحي على سيدنا محمد ب 13 سنة. طب كم واحد آمن مع النبي صلى الله عليه وسلم في بيعة العقبة الثانية؟ هقول لك 73 رجل وامرأتين، وده كان عدد كبير يآمن مع النبي، علشان كده بيعة العقبة الثانية سميت بالبيعة الكبرى. حلو. دول بقى بيعوا على ايه؟ ال 73 واحد دول وامرأتين بيعوا النبي على ايه؟ بيعوا النبي على الدفاع عن الإسلام، ان احنا هندافع عن الإسلام. لما النبي لقى ان في 73 واحد بيعوه امرأتين قال لك يا محترم انا لازم كده اعمل على توحيد صفوف المسلمين. طب النبي هيوحد صفوف المسلمين ازاي؟ ان هو هيطبق مبدأ الديمقراطية لما هيختار 12 نقيب. 12 نقيب دول هيعينوا مع الجيش. جيش ايه؟ الناس اللي بيعوه ان هم يدافعوا عن الاسلام، ما ده جيش هيدافع عن الاسلام، لازم اعين عليه حد. هعين عليه كام حد؟ هعين عليه 12 نقيب. ال 12 نقيب دول هختارهم ازاي؟ هختارهم بطريقة الانتخاب. الله. ال 12 دول يا محترم كان في منهم 9 من قبيلة الخزرج و3 من قبيلة الايه؟ الاوس. يبقى بيعة العقبة الثانية عارف ان دي اتعملت سنة 13 من البعثة. بيعوا النبي 73 واحد وامرأتين بيعوه عن الدفاع عن الإسلام. أول لما بيعوه عن الدفاع عن الإسلام دي كانت أول مرة الإسلام يبقى ليه رد فعل، يبقى في حد بيدافع عنه. حلو. لما بيعوه عن الدفاع عن الإسلام النبي عمل إيه؟ النبي صلى الله عليه وسلم يا محترم عمل على توحيد صفوف المسلمين لما اختار 12 نقيبا، 9 من الخزرج و3 من الأوس، وطبق مبدأ الديمقراطية. حلو. فأنا محترم لما يجي لك سؤال يقول لك ما الصلاحية الصد للدفاع عن الدين الإسلامي بعد إيه؟ بعد بيعة العقبة الثانية. واوعى تنسى إن بعد بيعة العقبة الثانية النبي صلى الله عليه وسلم هاجر من مكة إلى يثرب، وبعد بيعة العقبة الثانية أطلقنا على أهل يثرب بالأنصار لأنهم نصروا النبي صلى الله عليه وسلم في بيعة العقبة الأولى وبيعة العقبة الإيه؟ الثانية. ماشي. نيجي للسؤال رقم 2. سؤال رقم 2 بيقول لك إيه؟ تحددت بعض صفات النبي صلى الله عليه وسلم في طفولته. قبل ما أتكلم إحنا عارفين إن النبي صلى الله عليه وسلم وهو طفل قابلته عقبات اجتماعية أو مشاكل اجتماعية. إيه العقبات الاجتماعية اللي قابلت النبي صلى الله عليه وسلم وهو طفل؟ رقم 1 إن هو اتولد يتيما، كان يتيم الأب وأبوه اتدفن في يثرب. تاني حاجة أول لما اتولد راح عاش 4 سنوات في بادية بني سعد. تالت حاجة راح عاش مع أمه من 4 سنين ل6 سنوات، يعني عاش معاها 2 سنين اللي هي آمنة بنت وهب. بعد كده أم النبي صلى الله عليه وسلم توفت. بعد كده راح عاش مع جده اللي هو عبد المطلب، عاش معاه 2 سنين. بعد كده جده مات، يبقى هو 4 سنين في البادية
وسنتين مع امه كده بقى عنده 6 سنين، وبعد كده سنتين مع جده كده بقى عنده 8 سنين، وهو عنده 8 سنين جده مات اللي هو عبد المطلب. كل ده عقبات اجتماعيه. بعد كده راح عند عمه مين؟ عمه ابو طالب، كان لسه النبي صلى الله عليه وسلم عنده 8 سنوات طفل. فهنا محترم لما راح عند عمه ده كان كثير الابناء وقليل المال، فالنبي صلى الله عليه وسلم قرر ان هو ينزل يشتغل. هيشتغل في ايه النبي صلى الله عليه وسلم هيشتغل في الرعي. لما تيجي تسالني ليه اختار حرفه الرعي؟ لانها كانت الحرفه السائده. وخلي بالك حرفه الرعي النبي صلى الله عليه وسلم استفاد منها، اسمع، في الجانب الانساني. استفاد منها في الجانب الايه؟ الانساني. ازاي؟ ان هو محترم اتعلم منها لين الطبع، اتعلم منها العطف، اتعلم منها الصبر. كل الحاجات دي ساعدته في الجانب الايه؟ في الجانب الانساني. يبقى هنا النبي صلى الله عليه وسلم تحددت صفاته في طفولته، واللي ساعده على كده ان هو ايه؟ ان هو ينزل يشتغل. لما ينزل يشتغل دي بتبقى ايه؟ دي بتكون انشطه اقتصاديه. واوعى تنسى ان انا لو شلت كلمه طفولته وحطيت شبابه هتبقى نفس الاجابه، بس شبابه النبي صلى الله عليه وسلم اتعلم من التجاره، بس النبي وهو شاب لما اشتغل في التجاره اتعلم منها صفات ساعدته في الجانب الاجتماعي. ساعدته في الجانب الايه؟ الاجتماعي. لما اتعلم من التجاره المسؤوليه وان ازاي يتعامل مع الناس. يبقى النبي لما اشتغل في الراعي وهو طفل اتعلم صفات ساعدته في الجانب الانساني، انما لما اشتغل في التجاره وهو شاب اتعلم صفات ساعدته في الجانب الايه؟ في الجانب الاجتماعي. ماشي، نيجي سؤال رقم 3. سؤال رقم 3 يا محترم بيقول لك ايه؟ سؤال رقم 3 بيقول لك اهتم العرب قبل الاسلام بعلم الانواء. هنا يا صديقي بيكلمك عن العلوم في شبه الجزيرة العربية قبل الاسلام. تعال افكرك بالعلوم عشان العلوم دي مهمة واحتمال كبير يجيب لك عليها سؤال في الامتحان. بص يا باشا، لما نيجي نتكلم على العلوم في شبه الجزيرة العربية قبل ظهور الإسلام، عندك كانت أول حاجة مهتمين بيها هو الطب. تاني حاجة محترم كانوا مهتمين بيها وهو الفلك. تالت حاجة كانوا مهتمين بيها وهو علم الأنواء، وده بقول عليه علم الأرصاد الجوية. آخر حاجة كان علم الإيه؟ الهندسة. يبقى ايه العلوم اللي كانت منتشرة في شبه الجزيرة العربية قبل ظهور الإسلام؟ 4. رقم 1 الطب، رقم 2 الفلك، رقم 3 علم الأنواء، رقم 4 الهندسة. أنا قلت لك النهاردة مش هنحل بس، احنا بنشرح وبنقول نواتج تعلم. حلو، أنا عندي كام نوع من العلوم؟ 4. قولهم كده معايا يلا. هتقول لي عندك الطب، عندك الفلك، عندك علم الأنواء اللي بقول عليه دلوقتي الأرصاد الجوية، وعلم الهندسة. لما نيجي نروح يا صديقي للطب، هنا الطب كانوا بيعتمدوا على الأعشاب، اللي هو مثلا والدتك لما تيجي يكون عندك برد تقول لك خد لك شوية ينسون، ده بقول عليه طب بالأعشاب، اللي أنا هخففك بالأعشاب. حلو. أشهر الأطباء عندهم كان اسمه إيه؟ كان اسمه الحارس ابن كلدة الثقفي. الحارس ابن كلدة الثقفي. ولما اقول الحارس ابن كلدة الثقفي يا صديقي يبقى الراجل ده من قبيلة ايه؟ من قبيلة ثقيف. قبيلة ثقيف دي فين؟ قبيلة ثقيف دي في الطائف. والطائف دي فين؟ الطائف دي جنوب مكة. يبقى احنا استفدنا من الطائف في الجانب الطبي او في الطب، لان كان من اشهر اطباء العرب من قبيلة ثقيف. وقبيلة ثقيف دي فين؟ قبيلة ثقيف دي يا صديقي في الطائف. حلو. وفي برضك بعد الاسلام اللي هو في عصر الدولة الاموية احنا استفدنا من قبيلة ثقيف. فاكر واحد عندك في المنهج كان اسمه محمد ابن القاسم الثقفي. مين يا مستر محمد ابن القاسم الثقفي؟ محمد ابن القاسم الثقفي ده يا صديقي اللي كان في عصر الدولة الأموية أيام معاوية بن أبي سفيان، اللي راح فتح الهند. اللي راح فتح ايه؟ اللي راح فتح الهند، اللي وصل محترم لحد الميليتان. مين ده؟ محمد ابن القاسم الثقفي. يعني احنا هنا استفدنا من قبيلة ثقيف بعد ظهور الإسلام، استفدنا منهم
عسكريا في عصر الدولة الأموية، لما محمد بن القاسم الثقفي وصل لحد الميليتان، وصل لحد القارة الهندية في عصر الدولة الأموية. وهنا استفدنا منهم ثقافيا قبل الإسلام، استفدنا منهم في الطب. يبقى هنا في سؤال يا صديقي، إن إحنا استفدنا من قبيلة ثقيف قبل الإسلام وبعد الإسلام. استفدنا منهم قبل الإسلام ثقافيا لأن كان من أشهر الأطباء في شبه الجزيرة العربية من الطائف. وهنا استفدنا منهم عسكريا ساعة الدولة الأموية لما معاوية بن أبي سفيان بعد محمد بن القاسم الثقفي يفتح المشرق ووصل لحد الهند ووصل لحد الميليتان. حلو، نيجي للفلك. الفلك ده يا صديقي ان هم يعرفوا مواقع النجوم والايه والكواكب، يعرفوا مواقع النجوم والكواكب، وده هيساعدنا في حرفة التجارة. ده هيساعدنا في حرفة ايه؟ التجارة. وخلي بالك الفلك ده مرتبط بالدين، مرتبط بالعبادة اللي بقول عليها العبادة السابقة، لأن العبادة السابقة اللي أنا أعبد النجوم والكواكب، فالعبادة السابقة دي بتخليني شاطر في الفلك، ولما أكون شاطر في الفلك فأنا أكون شاطر فين؟ في التجارة. ماشي، نيجي بعد كده لعلم الإيه؟ علم الأنواع. إيه يا مستر علم الأنواع ده؟ علم الأنواع ده اللي أنا بعرف نزول أو هبوب الإيه؟ الرياح والنزول الأمطار، وده بقول عليه علم الأرصاد الجوية. وخلي بالك ده العلم الوحيد إن العرب أو سكان شبه الجزيرة العربية سبقوا فيه الفراعنة. الفراعنة عرفوا كل العلوم ما عدا علم الأنواع. مين أول ناس عرفوا علم الأنواع؟ سكان شبه الجزيرة العربية قبل ظهور الإيه؟ قبل ظهور الإسلام. وده ساعدنا في حرفة إيه؟ الزراعة. يبقى تاني علم الأنواع ساعدنا في حرفة الزراعة، إنما علم الفلك ده ساعدنا في حرفة التجارة. نيجي للهندسة. الهندسة محترم كنا بنستخدمها في بناء القلاع والحصون، وإن احنا نعمل على شق الطرق بين المدن. إن أنا لو في مدينة وفي النص جبل، فأنا أشق الجبل ده بعلم الهندسة علشان أوصل المدينة دي بالمدينة دي. وده برضو كان بيساعدنا في التجارة. يبقى علم الهندسة ده كان بيساعدني برضو في التجارة. يبقى العلوم عند سكان شبه الجزيرة العربية كان كام علم؟ هتقول لي كان 4. كان عندك الطب، الفلك، الأنواع، الهندسة. حلو الكلام، حلو الكلام. لما نيجي نرجع للملزمة بتاعتنا الأسئلة، هنا السؤال بيقول لك إيه؟ هنا السؤال بيقول لك يا محترم، اهتم العرب قبل الإسلام بعلم الأنواع. علم الأنواع ده قلت لك كان بيساعدنا في حرفة إيه؟ هتقول لي الزراعة. فإحنا كده له أهداف إيه؟ هتقول لي أهداف اقتصادية. محترم. نيجي للسؤال اللي بعده. السؤال اللي بعده بيقول لك كان اختيار عبد الله بن أريكد. تيجي تسألني سؤال، مين يا مستر عبد الله بن أريكد ده؟ هقول لك تعالى اشرحه لك واشرح لك حاجات مرتبطة بعبد الله بن أريكد. بص يا باشا، لما نيجي نرجع للبرد، عايزك تعرف ان النبي صلى الله عليه وسلم لما هاجر من مكة الى فين؟ الى يثرب، لما كان معاه ابو بكر الصديق استعان بأهل الخبرة. عمل ايه؟ عمل على الاستعانة بأهل الخبرة والعلم. وده لو دل هيدل على تقدير النبي صلى الله عليه وسلم والمسلمين لأهل الايه؟ لأهل العلم. اسمع، استعان بمين؟ استعان يا محترم عشان يمشي من مكة إلى يثرب، استعان بواحد اسمه، اسمع، عبد الله ابن أريكد. وده كان من الكفار، اسمه ايه؟ عبد الله بن أريكد. من اللي استعان بيه؟ النبي. ازاي يا مستر النبي استعان بيه وهو من الكفار؟ لأن هنا النبي لما استعان بيه استغل الصفات الإيجابية. استغل ايه؟ الصفات الإيجابية عند العرب. ايه الصفات الإيجابية اللي عند العرب؟ ان هو ده كان عنده مبدأ الأمانة. فالنبي عارف ان العرب صفاتهم الإيجابية الأمانة، فأنا مستأمنك ان انت تعرفني الطريق وما تروحش تقول لي الطريق لمين؟ لقريش. فهنا النبي صلى الله عليه وسلم استعان بعبد الله بن أريكد، فده يدل ان النبي صلى الله عليه وسلم استغل الصفات الإيجابية عند العرب، وكمان عمل على تقدير أهل الايه؟ أهل العلم. وده بيفكرني بموقف السيدة خديجة لما استعانت بورقة ابن نوفل أهل العلم. وده برضو بيفكرني، اسمع بالحسان
ابن النعمان. مين يا مستر حسان ابن النعمان ده؟ في عصر الدولة الأموية لما استعان بالأقباط، أقباط مصر، لما كان عايز يعمل ميناء حربي في تونس، صح ولا لأ؟ لما قضى على الكاهنة. يبقى هات لي يا محترم دليل إن المسلمين والنبي صلى الله عليه وسلم استعانوا بأهل الخبرة. أقول لك أهو. أول حاجة لما النبي استعان بعبد الله بن أريكة. تاني حاجة لما السيدة خديجة استعانت بورقة ابن إيه؟ ابن نوفل. تالت حاجة لما الحسان بن النعمان في عصر الدولة الأموية استعان بأقباط مصر يعني مسيحيين مصر لما عمل ميناء حربي في تونس. الحتة دي يا صديقي مهمة مهمة مهمة. ماشي، نرجع للسؤال بتاعنا. السؤال بتاعنا كان بيقول ايه؟ السؤال بتاعنا كان بيقول لك اللهم صل على رسول الله. كان اختيار عبد الله بن أريكة في رحلة الهجرة إلى يثرب له بعد ايه؟ أنا كنت عايز استفاد منه في ايه؟ كنت طبعا عايز استفاد منه جغرافيا، لأن هو عارف المكان وعنده خبرة بالمكان من الهجرة من مكة إلى يثرب. السؤال اللي بعده. السؤال اللي بعده بيقول لك يندرج نشر المنافقين. حد فاكر الزعيم المنافقين؟ كان عبد الله بن أبي بن سلول. بيقول لك المنافقين دول طلعوا إشاعات. لما طلعوا إشاعات على السيدة إيه؟ السيدة عائشة. حلو. وافتراءات في المدينة على السيدة مين؟ أهي عائشة. ده يندرج تحت إيه؟ طبعا دي كانت حرب نفسيا. وهنا يتشابهوا مع اليهود لما طلعوا برضو الإشاعات، ويتشابهوا مع مين؟ مع قريش. يبقى هنا اليهود وقريش والمنافقين كانوا بيحاربوا الدولة الإسلامية ويتشابهون إن هم الثلاثة عملوا حرب نفسية إن هم الثلاثة يا محترم طلعوا إشاعات وطلعوا افتراءات على الدولة الإسلامية. ماشي، نيجي للسؤال اللي بعده. بيقول لك ظهر الدور السياسي للمرأة. بص يا محترم، أنا عايزك هنا كده تكتب لي دور المرأة. المرأة دي يا محترم كان لها دور اقتصادي، وكان لها دور عسكري. كل ده قبل ظهور الإسلام. كان لها دور اقتصادي وعسكري وطبي. اسمع بقى. وكان لها دور سياسي. كان لها دور اقتصادي وده ظهر في شبه الجزيرة العربية قبل ظهور الإسلام، في غرب شبه الجزيرة العربية. في الغرب فين؟ في مكة. امتى؟ أيام السيدة خديجة. ما السيدة خديجة كانت شغالة في التجارة، فده دور اقتصادي. والدور العسكري والطبي برضه ظهر في غرب شبه الجزيرة العربية. ظهر في مكة. ليه؟ كانت المرأة بتدق ايه؟ طبول الحرب، وكانت بتداوي الجرحى في الحرب. فده دور عسكري طبي، وده ظهر في شبه الجزيرة العربية جهة الغرب في مكة. ماشي. طب الدور السياسي. الدور السياسي ظهر ناحيتين. ظهر في الشمال اللي هو شمال غرب، اللي هو ظهر يا محترم في تدمر. كان اسمها ايه؟ كان اسمها زنوبيا. يبقى زنوبيا دي كانت موجودة في تدمر، يعني جهة الشمال الغربي، وكان لها دور سياسي. وكمان عندك يا محترم اللهم صل على رسول الله في جنوب غرب. جنوب غرب مين؟ فاكر بلقيس كانت فين؟ كانت في سبأ في اليمن. يبقى تعدد أدوار المرأة في شبه الجزيرة العربية قبل ظهور الإسلام. إزاي؟ كان لها دور اقتصادي اللي هو السيدة خديجة، ودي كانت في مكة. كان لها دور عسكري وطبي إن هي بتدق طبول الحرب وبتداوي الجرحى. كان لها دور سياسي في الشمال الغربي وفي جنوب غرب. في الشمال الغربي تدمر، وخلي بالك الحتة دي مهمة، تدمر اللي هي كان اسمها زنوبيا، وعندك بلقيس اللي هي كانت سبأ. ماشي. فهنا السؤال بيقول لك إيه؟ ظهر الدور السياسي للمرأة قبل الإسلام. أنا قلت لك الدور السياسي ظهر في 2، شمال غرب وجنوب غرب. حلو. جايب لك هنا أنهي؟ هل في وسط وشرق شبه الجزيرة العربية؟ لا. هل في شرق وغرب شبه الجزيرة العربية؟ لا. غرب وجنوب شبه الجزيرة العربية؟ لا. ولا جنوب وشمال شبه الجزيرة العربية؟ هيبقى طبعا جنوب وشمال شبه الجزيرة العربية. الجنوب غرب اللي هي بلقيس في سبأ، وافتكر ان دي لام اهي، وادي سبأ اهي فيها الف. ماشي. وفي الشمال اللي هي عندك تدمر دي كانت في الشام اللي هي زنوبيا. والحته دي مهمه يا صديقي. تمام. نيجي للسؤال اللي بعده. 7 بيقول لك ايه؟ السؤال بيقول لك ورد في صحيفه المدينه ان المسلمين امه واحده، مما يعني ايه؟ مما يعني انهاء العزبه لايه؟
القبليه، ان احنا لما كلنا نكون واحد مش هيبقى عندنا عصبيه قبليه، مش يقول ده تبع قبيله كذا وده يقول لك انا تبع قبيله كذا، لا احنا كلنا يا محترم كلنا واحد. ماشي. طب امتى اختار تطبيق مبدأ المواطنه؟ لو قال لك الدفاع عن المدينه واجب على الجميع. تمام. خش على اللي بعده. سؤال رقم 8 بيقول لك ايه يا محترم؟ بيقول لك اسمع كده، بيقول لك ارتبط تغيير التركيب الايه؟ الديموغرافي للعديد من مناطق شبه الجزيره العربيه. التركيب الديموغرافي ده اللي هو علم دراسه الايه؟ السكان. هي السكان توزعت في شبه الجزيره العربيه بعد ايه؟ هتقول لي يا مستر بعد انهيار سد مأرب. مستر انا بيجي لي اسئله كتير على انهيار سد مأرب وما بعرفش احلها، ما تشرحه لنا كده يا مستر؟ اقول لك تعالى. بص يا صديقي، بص بقى واسمع. انت عندك يا محترم سد مأرب ده كان في اليمن. لما نيجي كده نرسم الايه؟ نرسم الخريطه. هنا كده يا محترم عندك ايه؟ عندك اليمن. احنا عارفين ان اليمن دي كان فيها 3 ممالك اللي هم معين وسبأ وحمير. معين دي كانت اقدم مملكه، انما سبأ دي اللي هي في جنوب غرب اليمن دي كنت بقول عليها ام الحضارات. اسمها يا محترم هتقول لي يا مستر اسمها سبأ. سبأ دي كنت بقول عليها ام الحضارات. ليه ام الحضارات؟ اقول لك تعالى. سبأ دي كانت عاصمتها اسمها مأرب. عاصمتها اسمها ايه؟ مأرب. فكان فيها سد اسمه سد مأرب. معنى ان يبقى في سد في سبأ، يبقى سبأ دول كانوا متقدمين في علم الايه؟ الهندسه. يبقى تاني انا كان عندي مملكه اسمها سبأ موجوده جنوب غرب ايه؟ موجوده جنوب غرب اليمن. سبأ دي كنت بقول عليها ام الحضارات. ليه؟ علشان كان فيها سد اسمه سد مأرب على اسم العاصمه، لان العاصمه كان اسمها مأرب. حلو. معنى ان هم يعملوا سد يبقى الناس دي كانت متقدمه في علم الايه؟ في علم الهندسه. لكن عارفين يا صديقي ان الحلو ما بيكملش والسد ده ينهار. فيجي لك سؤال، السؤال يقول لك ايه؟ السؤال يقول لك اسمع، ما الدروس المستفاده من انهيار سد مأرب؟ هقول له الدروس المستفاده هي اقامه صيانات مستمره لمشروعات الري. إقامة إيه؟ صيانات مستمرة لمشروعات الري. أنا استفدت بعد ما السد انهار اللي أنا كان واجب عليا إن أنا أعمل صيانات إيه؟ صيانات مستمرة أو دورية لأي مشروع ري عندي. حلو. السد ده بقى لما انهار إيه اللي حصل؟ اسمع بالله عليك. ما النتائج المترتبة على انهيار سد مأرب؟ بص، رقم 1 اسمع تغيير التركيب الديموغرافي. وانا لسه قايل لك يعني ايه التركيب الديموغرافي؟ يعني غير السكان في شبه الجزيره العربيه. مش دي شبه الجزيره العربيه؟ ايوه. وعندك هنا دي ايه؟ العراق. وعندك دي ايه؟ دي الشام. اسمع بقى بالله عليك. لما السد انهار في اليمن السكان سابوا اليمن وراحوا فين؟ راحوا الشام. عملوا مملكه هناك اسمها مملكه الحيره. اللي عمل مملكه الحيره اصلهم من اليمن. وفي ناس راحت الشام عملوا في الشام مملكه اسمها مملكه الغساسنه. يبقى انا دلوقتي لما غيرت التركيب الديموغرافي ايه اللي حصل؟ اللي حصل رقم 2 ان حضاره اليمن انتشرت. وكمان راحوا فين؟ راحوا هنا يثرب اللي هي قبيله الاوس والايه؟ والخزرج. راحوا فين؟ يثرب. اسمع بقى اسمع. هنا لما السد انهار في اليمن ايه اللي حصل؟ اللي حصل عملنا على نشر الحضاره الايه؟ اليمنيه. يعني الناس سابوا اليمن وانتشروا في شبه الجزيره العربيه. فانا غيرت السكان. لما السكان انتشروا هنا عملوا ايه؟ نشروا الحضاره اليمنيه. زي ما هنا في ممالك عملوا هنا ممالك. حلو. يبقى رقم 3 اقامه ممالك فين؟ في الشمال. اقامه ايه؟ ممالك في الشمال. يبقى تاني ما النتائج المترتبه على انهيار سد مأرب؟ هتقول له رقم 1 تغيير التركيب الديموغرافي. رقم 2 نشر الحضارة اليمنية في شبه الجزيرة العربية. رقم 3 عملنا ممالك في الشمال. مش احنا عارفين ان مملكة الحيرة دي
لما اتعملت راحت تحالفت مع الفرس؟ هتقول لي ايوه. ودي لما اتعملت مملكه الغساسنه راحت تحالفت مع مين؟ مع الروم. مش هما الممالك دي اتعملت بعد ما السد انهار؟ هتقول لي اه. يعني ممكن اقول النتيجه رقم 4 ان حصل تحالفات سياسيه. حصل تحالفات ايه؟ سياسيه. الحاجات دي مهمه. يبقى دي 4 حاجات. اول حاجه حصل تغيير في التركيب الديموغرافي. رقم 2 نشر الحضاره اليمنيه. رقم 3 اقامه ممالك في الشمال. رقم 4 عملوا تحالفات سياسيه. اسمع بقى. رقم 5 بالله عليك اسمع. فاكر الاوس والخزرج لما راحوا يثرب؟ هو مين كان موجود في يثرب؟ هتقول لي اللي موجود في يثرب كانوا اليهود. فاليهود اتخانقوا مع الاوس والخزرج، صح؟ يعني حصل عدم استقرار سياسي فين؟ في يثرب. يبقى هنا يا محترم لما اقول لك ايه النتائج المترتبه او من تداعيات انهيار سد مأرب، هتقول لي 5 حاجات عندي. اول حاجه غيرنا التركيب الديموغرافي. رقم 2 نشر الحضاره اليمنيه. رقم 3 اقامه ممالك في الشمال. رقم 4 اقامه تحالفات سياسيه. رقم 5 عدم استقرار سياسي في يثرب. اسالك انا سؤال. لما حصل عدم استقرار سياسي في يثرب بين الاوس والخزرج وبين اليهود، مين اللي حل المشكله ما بينهم؟ هتقول لي النبي صلى الله عليه وسلم. يبقى النبي حل مشكله سد مأرب عملها. مش سد مأرب ده هو اللي خلى اليمنيين اللي هم الاوس والخزرج يروحوا يثرب ويعملوا مشاكل هناك؟ ايوه. مين اللي راح حل المشكله دي؟ النبي صلى الله عليه وسلم. تمام. يجي يسالك سؤال، هي الناس دي سابت يثرب الناس دي سابت اليمن ومشيت ليه؟ بسبب انهيار سد مأرب. يعني الاسباب ايه؟ لاسباب اجتماعيه اقتصاديه. لو جالك الاثنين في الاجابه اختار اجتماعيه. لاسباب اجتماعيه. طب انا ليه قلت على سبب الحضارات؟ لان هي السبب ان الحضارات دي تقوم، هي اللي خلفت الحضارات دي، فقلت عليها الحضارات. الكلام ده صديقي مهم. كلام سد مأرب ده لازم يجيلك عليه سؤال مهم. ماشي، نرجع لملزمه الاسئله بتاعتنا. السؤال كان بيقول لك ايه؟ السؤال بيقول لك ارتبط تغيير التركيب الديموغرافي. تركيب ديموغرافي يبقى سد مأرب. سد مأرب ده كان موجود فين؟ هتقول لي والله يا مستر كان موجود في سبأ. ماشي، وانا فهمت ليه. السؤال اللي بعده بيقول لك قال الله تعالى وان وجدت امراه تملكهم ووديت من كل شيء ولها عرش عظيم ووكدتها وقومها يسجدون للشمس. يسجدون ليه؟ للشمس. اذا ما يسجدون للشمس يبقى هنا قصده العباده اللي كانوا بيعبدوا فيها النجوم والكواكب اللي مرتبطه بعلم الفلك اللي انا لسه قايلها لك، اللي هي العباده الايه؟ العباده السابقه. تبقى الاجابه هنا العباده السابقه. السؤال اللي بعده سؤال رقم 10 بيقول لك لعبه سوق المناخه. تسالني سؤال، ايه يا مستر سوق المناخه ده؟ هقول لك تعالى هقول لك الاسواق اللي عندك في المنهج كلها. بص يا باشا، انت عندك الاسواق. عندك اسواق كانت موجوده في مكه مقسومه 2، وعندك اسواق موجوده في يثرب. اسمع بقى، عندك الاسواق اللي كانت في مكه كان عندك هنا سوق اسمه ذو المجاز ومجنه. ذو المجاز وايه؟ ومجنه. دي اسواق كانت موجوده في مكه ودي كان لها اهداف اقتصاديه. وكان عندك سوق تاني اسمه سوق عكاظ، وسوق عكاظ ده كان له اهداف اقتصاديه وثقافيه، لان كانوا بيتنافسوا على الشعر في سوق عكاظ. يبقى انا كان عندي كام سوق في مكه؟ 3، ذو المجاز ومجنه وده كان له اهداف اقتصاديه، وعندي سوق عكاظ وده كان له اهداف اقتصاديه وثقافيه. ليه ثقافيه؟ لان كان مكانا للتنافس على الشعر. ماشي. طب اللي في يثرب؟ اللي في يثرب يا محترم كان سوق اسمه سوق المناخه او سوق المدينه، وده اللي عمله النبي صلى الله عليه وسلم. ليه النبي صلى الله عليه وسلم عمل سوق المناخه؟ علشان يحل مشكله المهاجرين. ازاي يا مستر؟ هقول لك انا. المهاجرين دول اللي هم اهل مكه اللي سابوا مكه وراحوا يثرب. مش احنا عارفين ان مكه دي كانت قايمه على التجاره؟ فكانوا المهاجرين ما كانوش بيعرفوا يعملوا حاجه غير ان هم يشتغلوا في التجاره. يشتغلوا فين يا محترم؟ في التجاره. ماشي. فهم لما راحوا يثرب لقوا ان يثرب قايمه على الزراعه.
قال لك مش هنعرف نشتغل في الزراعه، عايزين نتاجر. قام النبي صلى الله عليه وسلم عشان يحل مشكله المهاجرين عمل لهم سوق المناخه. عشان كده سوق المناخه ده كان له اهداف اقتصاديه عشان هو سوق، وله اهداف اجتماعيه عشان حل مشكله مين؟ المهاجرين. ان المهاجرين خلاص حلوا مشكلتهم. انا كنت الاول عايز اشتغل في التجاره، هشتغل في التجاره ازاي ويثرب قايمه على الزراعه، فرحت اشتغلت في سوق المناخه اللي النبي صلى الله عليه وسلم عمله. يبقى انا عندي يا محترم عندي كام سوق هنا؟ انا كده عندي في المنهج 4 اسواق، منهم 2 لهم اهداف اقتصاديه فقط ذو المجاز ومجنى، انما عكاظ له اهداف اقتصاديه وثقافيه. انما سوق المناخ اللي النبي صلى الله عليه وسلم عمله له اهداف اقتصاديه واجتماعيه، وله علاقه بالمين؟ بالمهاجرين. لان اقتصاد مكه كان قايم على ايه؟ كان قايم على التجاره، فده عمل مشكله لما المهاجرين سابوا مكه وراحوا فين؟ وراحوا يثرب. ماشي، نرجع للكتاب بتاعنا. يبقى هنا محترم سوق المناخه كان له دور ايه؟ هتقول لي والله يا مستر كان له دور قول لي. يلا هتقول لي له دور اجتماعي وايه؟ واقتصادي. اجتماعي حل مشكله المهاجرين، واقتصادي عشان سوق. السؤال اللي بعده. السؤال اللي بعده بيقول لك ايه يا محترم؟ السؤال اللي بعده بيقول لك ما زالت خطه خالد بن الوليد في غزوه ايه؟ في غزوه مؤتة تدرس في المدارس الايه؟ العسكريه. العباره السابقه تدل على مهاره خالد بن الوليد. ايه؟ خالد بن الوليد عمل ايه؟ عمل استطلاع حربي؟ لا. عايزك تعرف يا صديقي ان اللي عمل استطلاع حربي كان النبي صلى الله عليه وسلم لما عمل السرايا. دي استطلاع حربي. يعني ايه سرايا؟ ان هو يبعت عدد قليل من الجيش يستطلعوا المكان، يجيبوا معلومات عن المكان. طب تاني واحد عمل استطلاع حربي كان معاوية ابن ابي سفيان لما عمل نظام اسمه نظام الطوائف والشواتئ. والله يا صديقي الكلام ده مهم. ماشي، هل خالد بن الوليد استغل ارض المعركة او المباغتة تمام ولا الخدعة الاستراتيجية؟ طبعا استخدم الخدعة الايه؟ الاستراتيجية. وعايزك تعرف ان خالد بن الوليد ده اول لما ظهر في غزوة مؤتة. بعد كده شارك في حرب الردة. بعد كده راح فتح نصف العراق. وبعد كده راح شارك في معركة اليرموك. كل دول بسبب كفاءته العسكرية. خالد بن الوليد عمل كام حاجة؟ عمل 4. شارك في غزوة مؤتة، حرب الردة أيام أبو بكر الصديق، وكمان فتح نص العراق أيام أبو بكر الصديق، وكمان اليرموك أيام أبو بكر الصديق، وفي نهاية المعركة كان عصر عمر بن الخطاب. ماشي، نيجي للسؤال اللي بعده. السؤال اللي بعده بيقول لك أي مما يلي كان الحدث الأسبق الأول يعني في ممارسة المسلمين للديمقراطية؟ كل دول مارسوا الديمقراطية، بس ايه أول حاجة؟ هل الهجرة إلى يثرب ولا بيعة العقبة الثانية ولا صلح الحديبية ولا سقيفة بني ساعدة؟ ايه اللي حصل الأول عملوا فيه ديمقراطية؟ طبعا أول حاجة كانت بيعة العقبة الايه؟ الثانية. لسه قولها لك في بداية الفيديو لما النبي صلى الله عليه وسلم اختار ايه؟ 12 نقيبا. وطبعا سقيفة بني ساعدة دي انت نسيتها صح؟ سقيفة بني ساعدة دي اللي طبقوا فيها مبدأ الشورى لما اختاروا أبو بكر الصديق خليفة للمسلمين. فهم كانوا متجمعين في سقيفة بني ساعدة لما النبي مات عشان يحلوا مشكلة سياسية ان هم يختاروا خليفة. ماشي، السؤال اللي بعده بيقول لك ايه؟ بيقول لك توقفت الفتوحات الإسلامية عند حدود فرنسا غربا بسبب ايه؟ هل بسبب التحالف العسكري ولا تخلي المسلمين عن الجهاد ولا عقد معاهدة الصلح ولا تدهور اقتصاد المسلمين؟ اللي انا هشرحه دلوقتي ده يا صديقي اللي هو فتح بلاد الفرنجة، او معركة سميت بمعركة بلاط الشهداء، او معركة عصر الشهداء، معركة مهمة، او معركة ممكن اقول عليها توربواتيه. دي مهمة وهتلاقيها في الامتحان. بص يا محترم، لما يجي كده نجيب لك البورد بقول لك انا دلوقتي هكلمك على معركة مهمة جدا، وهي معركة اسمها ايه؟ دي اسمها اللهم صل على رسول الله معركة عصر الشهداء او بلاط الشهداء، او بقول عليها معركة توربواتيه.
اللي هو اسم المدينه اللي اتعملت فيها. ايه المعركه دي؟ المعركه دي يا محترم حصلت في عصر الدوله الامويه. ان ظهر واحد عندي قائد اسمه ايه؟ اسمه عبد الرحمن الغافقي. اسمه ايه يا محترم؟ عبد الرحمن الغافقي. عبد الرحمن الغافقي ده كان قائد ايام عصر الدوله الامويه. صحي الصبح قال لك انا عايز افتح بلاد الفرنجه. معلش يا مستر، ايه هي بلاد الفرنجه؟ بلاد الفرنجه دي يا محترم اللي هي فرنسا. بقول لك عبد الرحمن الغافقي ده قدر يثبت كفاءته العسكريه وفتح نص فرنسا. فتح النص اللي تحت ده، يعني فتحها من الشرق للايه؟ للغرب. بيفكرني كده بخالد بن الوليد لما فتح نص العراق. بس خالد بن الوليد لما فتح بلاد العراق فتحها من الشمال للجنوب، يعني شقها بالطول. ده لما فتح بلاد فرنسا شقها بالعرض، شقها من الشرق للغرب. النص الجنوبي ده اللي فتحه عبد الرحمن الغافقي كان اللي بيحكمه واحد اسمه ايه بقى؟ كان اللي بيحكمه واحد اسمه دوك اكوتين. اسمه ايه؟ دوك اكوتين. حلو. بيقول لك دوك اكوتين ده مين عمل منه بطاطس محمره؟ عبد الرحمن الغافقي. قام يا محترم دوك اكوتين راح اشتكى لحاكم فرنسا اسمه ايه؟ اسمه شارل مارتل. شارل مارتل ده حاكم فرنسا. فدوك اكوتين راح عمل تحالف مع شارل مارتل، وشارل مارتل ده استعان ببابا روما عشان كان له مكانة دينية. فهم الثلاثة عملوا تحالفات عسكرية ضد مين؟ ضد عبد الرحمن الغافقي. وعايز اقول لك برضو ان عبد الرحمن الغافقي لما راح يفتح بلاد الفرنجة ما استاذنش حد، راح كده من دماغه من غير ما يعمل تنسيق عسكري مع الخليفة او يجيب مدد او الكلام ده. اسمع فينا دوك اكوتين عمل تحالف مع شارل مارتل، وشارل مارتل راح استعان ببابا روما والمعلم ده لوحده. وكمان المعلم ده اسمع وقع في خطأ استراتيجي او خطأ عسكري. ليه بقى؟ المعلم ده عبد الرحمن الغافقي كان كل ما بيفتح مدينة بيسيب فيها قوات. يعني ايه مستر مش فاهم؟ اقول لك. مثلا عبد الرحمن الغافقي ده مع 10 قوات، فتح مدينة ساب فيها 2 ويكمل كده معاه كام؟ معاه 8. فتح المدينة دي ساب فيها 2 هيكمل كده معاه كام؟ كده معاه 6. هيكمل يسيب 1 كده معاه كام؟ كده معاه 5. يبقى كده عبد الرحمن الغافقي الخطأ اللي هو وقع فيه ان كان بيسيب قوات في كل مدينة بيفتحها، فكده قواته ايه اللي بيحصل لها؟ بتقل. وفي نفس الوقت هنا دول بيعملوا ايه؟ بيعملوا تحالفات. هنا دول بيعملوا حشد. يعني ايه حشد؟ يعني بيعملوا تعبئة عسكرية، بيجمعوا الجيوش، بيعملوا تحالفات عسكرية. وده ايه؟ وده قوته بتقل. علشان كده محترم لما حصلت معركة بلاط الشهداء هي استمرت 10 ايام بيكافحوا ضد بعض، لكن ينتهي بموت مين؟ عبد الرحمن الغافقي. يعني القائد مات. وهنا دام القائد مات بيفكرني بغزوة مؤتة. ما غزوة مؤتة القادة ماتوا، اللي هو كان مين؟ كان زيد بن حارثة، وكان مين؟ وكان جعفر بن ابي طالب وعبد الله بن روحة. كل دول ماتوا. وبيفكرني برضو اللهم صل على رسول الله بمعركة تهودة لما مات عقبة بن نافع. وبيفكرني بمعركة نهاوند لما مات مين؟ لما مات النعمان بن مكرن المازني. يبقى ممكن اقول لك في تشابه بين معركة بلاط الشهداء وغزوة ايه؟ مؤتة، وكمان نهاوند، وكمان تهودة. ان كل دول محترم مات فيهم مين؟ مات فيهم القائد، استشهد فيهم القادة. حلو الكلام. معركة بلاط الشهداء دي مهمة. يبقى احنا خسرنا في معركة بلاط الشهداء او معركة توربو واتيه بسبب ايه؟ بسبب التحالفات العسكرية اللي حصلت مين؟ دوك اكوتين وشارل مارتل وبابا ايه؟ وبابا روما. فلما نرجع للسؤال بتاعنا، السؤال بيقول لك ايه بقى هنا؟ بيقول لك توقفت الفتوحات الاسلاميه عند حدود فرنسا غربا بسبب ايه؟ انا لسه قايل لك. هتقول لي بسبب مستر التحالف الايه؟ العسكري اللي حصل من دوك اكوتين وشارل مارتل ومين؟ وبابا روما. ماشي. السؤال اللي بعده بيقول لك اصبح للخلافه العباسيه وجود قوي في غرب البحر المتوسط. غرب يعني الناحيه دي غرب البحر المتوسط. عارف يقصد بيها ايه؟
يقصد بيها جزيرة صقلية. طب لو شال لك كلمة غرب وقال لك شرق البحر المتوسط هيبقى يقصد بيها جزيرة قبرص. مين فتح جزيرة قبرص؟ اللي فتح جزيرة قبرص اللي هي موجودة شرق البحر المتوسط هارون الرشيد. انما اللي فتح جزيرة صقلية اللي موجودة غرب البحر المتوسط كانت دولة الأغالبة. ايه دولة الأغالبة دي يا مستر؟ دي كانت دولة مستقلة في عصر الدولة العباسية. مين كان عاملها؟ اللي كان عاملها محترم واحد اسمه إبراهيم ابن الأغلب. والقائد اللي فتح صقلية كان اسمه أسد ابن الفراد. يبقى أنا عندي دلوقتي اللهم صل على رسول الله، اللي فتح غرب البحر المتوسط يعني جزيرة صقلية دولة الأغالبة. مين أسس دولة الأغالبة؟ إبراهيم ابن الأغلب. طب مين القائد اللي راح فتح صقلية؟ أسد ابن الفراد. حلو. طب عندي قبرص دي محترم موجودة شرق البحر المتوسط. مين اللي فتحها؟ هارون الرشيد. كل ده أيام مين؟ أيام الدولة العباسية. ممكن أقول لك أول من عمل على سيطرة السيادة البحرية كان هارون الرشيد. ماشي. خش على السؤال إيه؟ السؤال اللي بعده. يبقى هنا اختار ايه؟ طبعا هختار دولة الأغالبة. السؤال اللي بعده بيقول لك يا محترم هنا كده اهو دولة الايه؟ الأغالبة. السؤال اللي بعده بيقول لك ايه؟ أكثر الفتوحات الإسلامية التي ظهرت فيها إصلاحيات ايه؟ اجتماعية. طبعا اللي حصل إصلاحيات اجتماعية هتبقى بلاد الأندلس. ليه يا مستر؟ لأن أنت لو رجعت للكتاب وقال لك ما النتائج المترتبة على فتح بلاد الأندلس هتقول له أول حاجة نتيجة سياسية لما نقلوا العاصمة إلى إيه؟ إلى قرطبة. حلو. رقم 2 نتيجة دينية لما عملوا إيه؟ لما عملوا على نشر الدين الإسلامي. رقم 3 نتيجة أمنية لما عملوا على تأمين الحدود الإسلامية أو حدود الدولة الإسلامية من جهة الغرب. رقم 3 محترم، رقم 3 عملوا على حرية العقيدة. زائد محترم ان هم عملوا منشآت ومباني. حلو الكلام. زائد محترم ان هم رقم كام؟ رقم 5 عملوا على إلغاء نظام الطبقات والعبودية. هي دي إصلاحيات ايه؟ إصلاحيات اجتماعية. ان احنا لما فتحنا بلاد الأندلس لغينا فيها نظام الطبقات والعبودية. مفيش اللي ده عبد عندي ده عبيد عندي، مفيش الكلام ده. فده بقول عليه إصلاحيات اجتماعية عملناها لما فتحنا بلاد الأندلس. طب لو قال لك عملنا إصلاحيات عمرانية قول له لما عملنا منشآت. إصلاحيات سياسية لما نقلنا العاصمة. عملنا على نشر الدين الإسلامي لما فتحنا الأندلس. تمام. السؤال اللي بعده مهمة دي يا صديقي. السؤال اللي بعده نيجي بقى لسؤال رقم 16. سؤال رقم 16 بيقول لك استطاع عبد الله ابن سعد ابن أبي الصرح. وعايزك تحفظ الاسم ده كويس. اسمه ايه؟ عبد الله ابن سعد ابن أبي الصرح. ايوه يا مستر، مين عبد الله ابن سعد ابن أبي الصرح ده؟ ده محترم كان قائد جيش ايام الخليفة عثمان ابن عفان. ده محترم اللي استطاع ان هو يفتح النوبة. وخلي بالك عمرو بن العاص حاول ان هو يفتح النوبة بس فشل. مين اللي نجح؟ عبد الله ابن سعد ابن أبي الصرح. طب فتح النوبة عسكريا ولا صلحا؟ لا، فتحها صلحا. ودي جهة الجنوب لما عمل معاهم اتفاق، فاكروا اللي هو كان اتفاق البقط. يبقى مين فتح النوبة؟ عبد الله ابن سعد ابن أبي الصرح، وعمل معاهم اتفاق اسمه اتفاق البقط. وخلي بالك اتفاق البقط ده استفدنا منه اقتصاديا لان تاجرنا ساعتها مع النوبة، واستفدنا منه دينيا لان نشرنا الدين الاسلامي جنوبا، واستفدنا منه سياسيا عشان امنا مصر من جهه الايه؟ من جهه الجنوب. وكمان استطاع عبد الله بن سعد بن ابي الصرح ده ان هو يعمل تنسيق عسكري مع عثمان بن عفان الخليفه، ويستطيع ان هو يفتح بلاد سبيطره. ايه سبيطره دي يا مستر؟ سبيطره دي يا محترم اللي هي جهة الغرب، اللي هي حاليا تونس، اللي كان بيحكمها واحد اسمه جرجريوس. وجرجريوس ده اللي كنا بنقول عليه جرجير. ووصفنا جرجريوس ده ان هو كان عنده غباء سياسي. ليه؟ لان ساعتها احنا كنا في عهد الخليفة عثمان بن عفان، وكان ساعتها الدولة الإسلامية قوية، لان احنا وصلنا اكبر اتساع للدولة الإسلامية في عهد الخليفة عثمان بن عفان.
حلو. فهنا كنا اقوياء، فساعتها عبد الله ابن سعد بن ابي الصرح راح لمين؟ لجرجريوس، خيره بين 3 حاجات، يا اما الدخول في الاسلام، يا اما دفع الجزيه، يا اما القتال. قام جرجريوس يقول له القتال. يا عم هعمل منك بطاطس محمره، يقول له القتال. يا عم احنا دلوقتي اقوياء، يا ابني احنا لسه هازمين الفرس وهزمنا الروم، يقول له لا القتال. فساعتها بسبب المدد اللي هيبعته عثمان بن عفان لسعد بن ابي لعبد الله بن سعد بن ابي الصرح سبيطله، ساعتها عبد الله هيهزم مين؟ جرجريوس، ويستطيع ان هو يفتح ايه؟ سبيطله، ويأمن ساعتها الدوله الاسلاميه ومصر من جهه الجنوب لما فتح النوبه صلحا، ولما فتح سبيطله عسكريا. فهنا محترم السؤال بيقول لك ايه؟ استطاع عبد الله بن سعد بن ابي الصرح تأمين الحدود المصريه من انهي جهه؟ من جهه الجنوب والغرب. الجنوب لما فتح النوبه وعمل اتفاق اسمه اتفاق الايه؟ البقط، ولما فتح سبيطله اللي هي في تونس. ماشي. تاني سؤال رقم 17 بيقول لك تشابهت الدوله العباسيه مع الدوله الامويه في ضمها لاجزاء من اوروبا في جهه الايه؟ في الجهه الغربيه ولا الشماليه ولا الشرقيه ولا الجنوبيه؟ هم فتحنا انهي جهه في اوروبا؟ كلنا فتحنا الجنوب، الجهه الجنوبيه. هتبقى هنا محترم الجهه الايه؟ جنوبيه، لان كلنا كان اخرنا بلاد الايه؟ الاندلس، وبلاد الاندلس موجوده جنوب اوروبا. ماشي. السؤال اللي بعده، السؤال اللي بعده بيقول لك اكدت معركه اليرموك. وخلي بالك يا صديقي، معركه اليرموك دي من اهم المعارك عندك في المنهج. ومعركه اليرموك دي اللي كانت سنه 13 هجريا، ودي اللي كنا دخلنا فيها ضد الروم، وكان القائد كان خالد بن الوليد. المعركة دي بدأت في عهد الخليفة أبو بكر الصديق، وانتهت في عهد الخليفة عمر بن الخطاب. المعركة دي يا محترم لما كسبنا فيها ساعتها هرقل ملك الروم قال إيه؟ قال سلام مودع لأهل سوريا ونعم هذا البلد للعدو، لأن كانت سوريا كانت مهمة جدا لهرقل، لأن اليرموك دي كانت في الشام في سوريا. حلو. لما رحنا نحارب في اليرموك ساعتها خالد بن الوليد خلي بالك طبق مبدأ الشورى، لما عمرو ابن العاص اقترح على خالد بن الوليد ان احنا نحاربهم عند نهر اسمه نهر الايه؟ اليرموك. فيجي يقول لك معركة اليرموك دي طبقنا فيها مبدأ ايه؟ مبدأ الشورى. تمام يا صديقي؟ تمام. خش على اللي بعده. بيقول لك ايه؟ بيقول لك عمل الخليفة عمر بن الخطاب على انهاء الوجود الايه؟ اليهودي. هو عمر بن الخطاب طرد اليهود منين ومنين؟ طبعا طردهم من الحجاز ومنين؟ ومن بيت المقدس. ماشي. لما عمل اتفاق عهد الامان، لما عمل عهد الامان في بيت المقدس طرد اليهود. ماشي. السؤال اللي بعده، السؤال اللي بعده حلو قوي قوي قوي. السؤال اللي بعده بيقول لك ايه؟ بيقول لك برزت مظاهر التواصل الحضاري بين الدولة البيزنطية اللي هم الروم وبين الحضارة الإغريقية. بص يا صديقي، عايز أعرفك على حاجة، تعالى لي كده. عايزك تعرف إن أيام الدولة الأموية، مين عمل الدولة الأموية دي؟ هتقول لي معاوية ابن أبي سفيان. صح؟ صح. معاوية ابن أبي سفيان كان شايف ان احنا كان عندنا مشكلة حدودية. ليه؟ هو انت فاكر اصلا عاصمة الدولة الاموية دي كانت ايه؟ هتقولي العاصمة كانت دمشق. حلو. فين دمشق؟ لو رسمت كده الخريطة، ده البحر المتوسط، وهنا دي كده ايه؟ دي مصر، وده البحر الاحمر، وهنا كده محترم الشام اللي فيها العاصمة اللي هي ايه؟ دمشق. بصيت فوق كده محترم هتلاقي القسطنطينية اللي هي تركيا اللي هي عاصمة الدولة البيزنطية، وهنا كده في جزيرة اسمها جزيرة قبرص، واللي يفصل ما بيننا كانت منطقة الصخور والعواصم. جه معاوية بن أبي سفيان قال لك أنا عندي مشكلة حدودية، أنا اللي بيهددني من جهة الشمال الدولة البيزنطية اللي هي القسطنطينية، فأنا عايز أفتح القسطنطينية. عايز أفتح ليه؟ القسطنطينية. هتعمل إيه يا معاوية؟ قال لك أول حاجة هأمن منطقة الصخور والعواصم، هأمن المنطقة دي. ماشي. وبعد كده هعمل نظام استخباراتي اللي هو نظام استطلاع حربي اللي هو نظام الصوائف والشواتي. ماشي. بعد كده هبدأ أحاربهم برا. هتحاربهم برا ازاي؟ يعني اخش لهم كده. طب هل نجح معاوية بن أبي سفيان ان هو يخش برا؟ لا. ليه؟ قول له أول حاجة فشل ان هو يخش برا. ليه؟ لأسباب.
مناخيه. ايه الاسباب مناخيه؟ اللي هي غزاره الامطار وان الجو كان برد كمان، تمام. وكمان لها اسباب مرضيه. ايه الاسباب المرضيه؟ ان انتشر مرض الايه؟ الجدري. يبقى الاسباب مناخيه عشان غزاره الامطار، والاسباب مرضيه انتشر مرض الايه؟ الجدري. دي الاسباب اللي خلتنا نفشل ان احنا نخش برا. طب قال لك خلاص انا هخش بحرا، برضك فشلنا نخش بحرا. ليه؟ قول له محترم، اول حاجه بسبب التواصل الحضاري اللي حصل بين الدولة البيزنطية وبين الإغريق. ايه اللي حصل يعني يا مستر؟ الإغريق دول محترم كانوا شاطرين، اسمع في علم الكيمياء، فكانوا عاملين حاجة اسمها النار الإغريقية. ايه النار الإغريقية؟ زي المولوتوف كده، اللي هي بتاع كده مدورة، تمام، فيها مادة مشتعلة، أول لما ترميها وتنزل على الأرض تفرقع فتعمل ولعة، زي المولوتوف اللي أنا أحط إزازة فيها بنزين، حتة ورقة ولعها، أرمي الإزازة، أول لما تتكسر تفرقع. فده يدل على تقدمهم في علم الإيه؟ الكيمياء. فالنار الإغريقية دي استخدموها الدولة البيزنطية وإحنا داخلين عليهم، إن هم أول حاجة عملوا سلاسل حديدية، وقفونا هنا كده، حصرونا بحاجة اسمها السلاسل الحديدية، وبدأوا يرموا علينا إيه؟ نار إغريقية. طب النار الإغريقية دي جابوها منين؟ جابوها من الإغريق. يبقى امتى حصل تواصل حضاري بين الدولة البيزنطية والإغريق؟ عند فتح أو محاولة المسلمين أو الدولة الأموية فتح القسطنطينية، وده اللي خلانا نفشل إن احنا نخش بحرا. طب إيه اللي خلانا نفشل إن احنا نخش برا؟ هتقول لي اللهم صل على رسول الله، أسباب مناخية، غزارة الأمطار وبرودة الجو، وأسباب مرضية اللي هو الجدري. فلما نرجع اللهم صل على رسول الله الملزمة، هتلاقي اهو بيقول لك ايه؟ حصل تواصل حضاري امتى؟ هتقول له طبعا عند محاولة المسلمين فتح الايه؟ فتح القسطنطينية. تبقى الإجابة هنا يا صديقي محاولة المسلمين لفتح القسطنطينية. ماشي، نيجي لسؤال 21. سؤال 21 بيقول لك ايه؟ من البلاد التي فتحها المسلمين دون قتال، يعني فتحناها صلحا. هل فتحنا مصر وسبيطرة صلحا؟ لا، ده اللي فتح مصر كان القائد عمرو ابن العاص في عهد الخليفة عمر بن الخطاب لما فتحها 21 هجريا. واللي فتح سبيطرة اللي انت قلت لي يا مستر احفظ اسمه، اللي هو عبد الله بن سعد بن ابي الصرح في عهد الخليفة عثمان بن عفان. كل ده فتحناه عسكريا. طب بيت المقدس فتحناه صلحا لما الخليفة عمر بن الخطاب عمل عهد اسمه عهد الأمان مع بطريرك بيت المقدس، صح ولا لا؟ حلو. وكمان فتحنا النوبة صلحا لما عملنا عقد اسمه عقد البقت، واللي فتح النوبة كان عبد الله بن سعد بن أبي الصرح. يبقى الإجابة إيه؟ بيت المقدس والنوبة. ممكن نضيف عليه إن إحنا برضو فتحنا الصين صلحا، وفتحنا سبتة صلحا. سبتة دي اللي كان حاكمها اسمه يوليان ايام عصر الدولة الاموية، اللي كان القائد اللي عمل صلح مع يوليان كان اسمه ايه؟ كان اسمه موسى ابن نصير. يبقى اللي فتحناه صلحا في عهد الخلفاء الراشدين بيت المقدس والنوبة. انما لو جه قال لك ايه اللي احنا فتحناه صلحا ايام الدولة الاموية، قول له الصين وسبتة. اللي عمل صلح في الصين كان قتيبة بن مسلم خوفا من قوة المسلمين. انما سبتة اللي كان حاكمها يوليان عمل صلح مع مين؟ مع موسى بن نصير. ماشي، خش على السؤال اللي بعده. السؤال اللي بعده مقالي. بيقول لك ايه السؤال اللي بعده؟ اثبت صحة العبارة، يعني دلل تعدد هزائم الارطبون قائد الروم امام العرب. صليتوا على النبي. بص، الارطبون ده اول مرة هزمناه في معركة اسمها معركة اجنادين، كانت في الشام سنة 13 هجريا. مين اللي هزمه؟ عمرو بن العاص. بعد كده جري إلى رقم 2، جري لبيت المقدس عشان يحميه. مين راح له بيت المقدس؟ عمرو بن العاص. بعد كده جري وتقهقر جنوبا على فين؟ على مصر، لأن مصر كان فيها قوة عسكرية رومانية. بعد كده عمرو بن العاص برضو راح له فين؟ مصر، وتم قتل الأرطبون فين يا محترم؟ في مصر على يد عمرو بن العاص. ماشي، السؤال اللي بعده.
السؤال اللي بعده بيقول لك ما العلاقة بين اقتصاد مكة والمؤاخاة بين المهاجرين والأنصار؟ صليتوا على النبي. طبعا احنا عارفين اقتصاد مكة ده كان قايم على ايه؟ كان قايم على التجارة. ماشي. ولما جم المهاجرين سابوا مكة وراحوا يثرب، يثرب دي كانت قايمة على ايه؟ على الزراعة. فهنا في مشكلة اقتصادية. فالنبي صلى الله عليه وسلم عشان يحل المشكلة عمل مؤاخاة بين المهاجرين والأنصار. لما عمل مؤاخاة بقى اللي معاه يدي اللي معهوش. مين اللي معاه؟ الأنصار. يدي اللي معهوش اللي هم مين؟ المهاجرين. عشان المهاجرين مش عارفين يشتغلوا في يثرب. مش عارفين يشتغلوا في يثرب ليه؟ عشان يثرب قايمة على الزراعة. فعشان كده النبي صلى الله عليه وسلم عمل مؤاخاة ما بينهم. وعشان النبي يحل المشكلة دي عمل سوق اسمه سوق الايه؟ المناخ. طب دلوقتي اكتب ايه؟ اكتب ان النبي صلى الله عليه وسلم قام بالمؤاخاة بين المهاجرين والأنصار لأن المهاجرين كان حرفتهم التجارة، والحرفة المنتشرة في يثرب كانت الزراعة، فكان هناك مشكلة اقتصادية واجتماعية، فقام النبي صلى الله عليه وسلم بالمؤاخاة بين المهاجرين والأنصار لحل المشكلة الاجتماعية والاقتصادية. ماشي. نيجي بقى يا صديقي نخش على النموذج رقم 2. بس قبل ما نبدأ النموذج رقم 2 عايزك كده تفصل الفيديو، تعمل لك كوبايه شاي، سندوتش جبنه، اي حاجه، رطب على نفسك وكمل النموذج الثاني. يلا بقى يا صديقي نكمل ونحل النموذج رقم 2. اول حاجه بيقول لك ايه؟ بيقول لك هاجر سكان اليمن الى بلدان متفرقه. هم سكان اليمن سابوا اليمن ليه؟ انا لسه قايل لك بسبب انهيار سد مأرب، وده قلت لك اسباب اجتماعيه واقتصاديه. طب اختار اني لو جاب لي الاثنين في السؤال؟ طبعا يا صديقي تختار الاجتماعيه. ماشي. سؤال رقم 2 ده معمول غلط، مكتوب غلط، سيبك منه. نخش على سؤال رقم 3. سؤال رقم 3 بيقول لك ايه؟ بيقول لك دل لجوء السيدة خديجة لورقة بن نوفل. انا قلت لك ان السيدة خديجة لما راحت لورقة بن نوفل ده يدل على تقدير المسلمين لأهل العلم. فده يدل على ايه؟ ان هي استعانت بأصحاب المعرفة. ماشي. السؤال اللي بعده. أشعل اليهود نار الفتنة بيثرب قبل هجرة الرسول صلى الله عليه وسلم، وكان من نتائج ذلك ايه؟ هل مغادرة الأوس للمدينة، ولا تحالف الخزرج مع يهود بني قريظة، ولا تحالف الأوس ويهود بني قينقاع، ولا قيام حرب بعاث؟ ايه حرب بعاث دي؟ دي حرب قامت ما بين الأوس والخزرج. ومين اللي سخنهم على بعض؟ اللي سخنهم على بعض اليهود. طب اليهود سخنوا الأوس والخزرج على بعض ليه؟ قول له الأسباب اقتصادية، علشان يفضلوا مسيطرين على الاقتصاد في يثرب. ماشي. السؤال اللي بعده. السؤال اللي بعده بيقول لك ايه؟ بيقول لك مش شايف والله. بيقول لك قام الرسول له بعد هجرته للمدينة بوضع صحيفة المدينة التي ظهر فيها مبدأ المواطنة. ايه من الإجابات حقق مبدأ المواطنة؟ انا قلت لك قبل كده مبدأ المواطنة ده بيحصل لما ندافع عن المدينة. يبقى نختار ايه؟ الدفاع المشترك ضد اي ايه؟ عدوان. ماشي. السؤال اللي بعده. السؤال اللي بعده لسه قايله لك. بيقول لك حظيت بعض النساء مكانة عليا بالمجتمع. مكانة ايه؟ مكانة سياسية. قلت لك مكانة سياسية عندي 2. عندي بلقيس وسبأ. بلقيس دي محترم في سبأ، يعني بلقيس دي في سبأ اللي هي في الجنوب، وعندي زنوبيا اللي هي في تدمر في الشمال في العراق. يعني هختار اليمن والايه؟ والشام. اهو الشام واليمن. الشام دي قلت لك فيها زنوبيا، واليمن دي فيها بلقيس. ماشي. السؤال اللي بعده. السؤال اللي بعده بيقول لك كانت اشد اساليب خطرا للقضاء على الدولة الإسلامية. مين اخطر حاجة على الدولة الإسلامية؟ طبعا المنافقين. ليه؟ اشد حد بيهدد خطر ليك لو حد انت معتبره اللي هو صاحبك بس هو عدوك. ده اشد واحد ممكن يبوظك خالص، ممكن ينهيك. ان انت بيقولك ايه؟ خاف من عدوك مرة ومن حبيبك 1000 مرة. دول كانوا ظاهرين ان هم مسلمين بس هم من جواهم كفرة، فدول كانوا اشد ناس خطرا على الدولة الإسلامية. من هم؟ المنافقين. ماشي. السؤال اللي بعده بيقول لك بعد استشهاد الثلاثة الذين امر الرسول بتوليهم قيادة الجيش في مؤتة، اعطى المسلمين الراية لخالد بن الوليد لانه يتميز بايه؟ مش طبعا احنا لما رحنا غزوة مؤتة النبي صلى الله عليه وسلم عين 3 اللي هو كان زيد بن حارثة رقم 1، لو مات يمسك جعفر بن ابي طالب، لو مات يمسك عبد الله بن رواحة.
طب لو الثلاثه ماتوا، لما الثلاثه ماتوا اخترنا خالد بن الوليد بسبب كفاءته الايه؟ العسكريه، اللي هو بسبب كفاءته العسكريه. ماشي. السؤال اللي بعده. السؤال اللي بعده بيقول لك ايه؟ نقض يهود بني قينقاع احد بنود صحيفه المدينه، وهو طبعا احنا عارفين ان النبي صلى الله عليه وسلم عمل غزوه على يهود بني قينقاع، وكان القائد ساعتها كان حمزه بن عبد المطلب، بسبب ان هم ما احترموش امان المسلم وتعدوا على امراه، صح ولا لا؟ صح. يبقى هنا النبي صلى الله عليه وسلم حاربهم ليه؟ عشان هم ما احترموش امان المسلم. السؤال اللي بعده بيقول لك قال الوليد ابن عبد الملك لقائده خذها بالثرايا حتى ترى وتختبر ايه؟ شأنها. في ضوء النص السابق كان هدف الخليفة الوليد بن عبد الملك ايه؟ هو اصلا الوليد بن عبد الملك قال الكلام ده امتى؟ الوليد بن عبد الملك قال الكلام ده لموسى ابن نصير، لما موسى بن نصير بعت للخليفة الوليد بن عبد الملك في عصر الدولة الأموية بيستأذنوا على فتح بلاد الأندلس اللي هي حاليا أسبانيا. ساعتها الخليفة قال له ايه؟ قال له خدها بالثرايا، اختبرها الأول، عشان دي قارة احنا ما دخلناش قبل كده. ده يدل ان هو خايف على مين؟ خايف على الجنود. يبقى انا هختار ايه؟ هختار الحرص على سلام الجنود المسلمين. ايوه، يبقى الإجابة رقم كام؟ ألف اهي. الحرص على سلام الجنود الايه؟ المسلمين. السؤال اللي بعده. السؤال اللي بعده بيقول لك ايه؟ بيقول لك أكد اجتماع المهاجرين والأنصار في سقيفة بني ساعدة. خلي بالك قلت لك إن هم اجتمعوا في سقيفة بني ساعدة بعد وفاة النبي صلى الله عليه وسلم، لأن كان عندهم مشكلة سياسية. إيه المشكلة السياسية؟ هو اختيار الخليفة، وساعتها طبعا اختاروا سعد بن عبادة في الأول الأنصار، بعد كده المهاجرين عرفوا راحوا معاهم، بعد كده طبقوا مبدأ الشورى واختاروا أبو بكر الصديق. فهنا بيقول لك إيه؟ بيقول لك أكد اجتماع المهاجرين والأنصار في سقيفة بني ساعدة على أهمية مبدأ إيه؟ مبدأ الشورى. تمام يا صديقي؟ تمام. السؤال اللي بعده بيقول لك أي من المناطق الآتية لم ترتد عن الإسلام بعد وفاة النبي؟ هل الحجاز، الخليج العربي، اليمن، الشام؟ طبعا هتكون الحجاز اللي هو مكة ويثرب والطائف. ليه ما ظهرش فيهم مرتدين؟ لأن مكة ويثرب والطائف دول ناس اتعلموا مبادئ الدين الإسلامي على يد الرسول صلى الله عليه وسلم. تمام؟ تمام. نيجي للسؤال اللي بعده. بيقول لك ايه؟ بيقول لك من دراسة الخريطة المقابلة القائد الذي كان له النصيب الأكبر في محاربة المرتدين. مين كان قائد حرب الردة؟ كان مين محترم؟ طبعا كان خالد ابن الوليد. ماشي. السؤال اللي بعده بيقول لك من وصية الرسول الله للفاتحين لا تغور عليهم ليلا ولا تروعوا النساء والأطفال. القيمة المستفادة من الوصية السابقة ايه؟ هل نشر الأمان بين الناس، ولا رفع الظلم عن الناس، ولا تقييد الحريات، ولا التعايش السلمي؟ طبعا ان انت ما تروحش تحارب الناس ليلا عشان ما تخوفهمش، فده يدل على نشر الأمان ايه؟ بين الناس. ماشي. السؤال اللي بعده بيقول لك من أشهر المعارك التي خاضها المسلمين ضد الفرس ومهدت لفتح المدائن. بص يا صديقي، أنا عايز أرتب لك المعارك اللي المسلمين دخلها ضد الفرس. أول واحد كان أيام أبي بكر، أول مرة كانت أيام أبي بكر الصديق اللي هو خالد ابن الوليد لما فتح نصف العراق. دي أول معركة. ماشي. تاني حاجة أيام عمر ابن الخطاب. عمر بن الخطاب لما بعت واحد كان اسمه ايه؟ كان اسمه محترم سعد ابن وقاص، سعد بن ابي وقاص. سعد بن ابي وقاص. سعد بن ابي وقاص ايه المعارك اللي عملها؟ بص، اول معركة عملها كانت معركة القادسية اللي فتحنا بيها نص العراق التاني. بعد القادسية عملنا ايه؟ عملنا المدائن. حلو. بعد المدائن عملنا ايه؟ عملنا نهاوند. تمام؟ هي دي المعارك اللي كانوا مع الفرس. القادسية فتحنا نص العراق الثاني، والنص الاولاني اللي فتحه خالد بن الوليد. المدائن طردنا الفرس من العراق. نهاوند دي كانت في نهاوند دي اللهم صل على رسول الله كانت في بلاد فارس، اللي كان القائد كان اسمه النعمان ابن مكرن المازني. ماشي.
هنا بيقول لك احنا دخلنا المدائن بعد معركه ايه؟ هتقول له بعد معركه القادسيه. واللي عمل القادسيه واللي عمل المدائن سعد بن ابي وقاص. ماشي. السؤال اللي بعده. السؤال اللي بعده بيقول لك توقفت حركه الفتوحات الاسلاميه في عهد علي بن ابي طالب. ليه؟ طبعا احنا عارفين ان الفتوحات توقفت ايام علي بن ابي طالب بسبب الفتنه اللي حصلت بعد مقتل عثمان بن عفان، وحصل ما بين خلافات بينه وبين معاويه، ودي بقول عليها خلافات ايه؟ الخلافات السياسيه. ماشي. السؤال اللي بعده بيقول لك عرف النظام الاستطلاع الحربي في عهد الدوله الامويه بايه؟ طبعا بيها محترم نظام الثوائف والشواتي اللي عمله معاويه ابن ابي سفيان. ماشي. السؤال اللي بعده. تتشابه غزوه مؤتة مع معركه توربواتي اللي انا لسه شارحها. الاثنين يتشابهوا ان القاده ماتوا. هنختار ايه؟ استشهاد عدد كبير منين؟ من القاده. هنختار استشهاد عدد كبير من القيادات. ماشي. وممكن يجي لك يقول لك معاهم تهودة، برضو القادة ماتوا. ممكن يقول لك نهاوند. تهودة دي اللي مات فيها عقبة ابن نافع، ونهاوند دي اللي مات فيها النعمان ابن مكرن المازني. خلي بالك الكلام ده مهم. ماشي. السؤال اللي بعده. السؤال اللي بعده بيقول لك يدل موقف عثمان بن عفان من فتح سبيطلة على تطبيق مبدأ الايه؟ سبيطلة دي من اللي فتحها؟ الاسم اللي انا قلت لك احفظه. هتقول له عبد الله بن سعد بن ابي الصرح استأذن الخليفة. ده يدل على ايه؟ هل يدل على الفصل بين السلطات ولا الحكم الذاتي ولا المشاركة في اتخاذ القرار؟ المشاركة في اتخاذ القرار، لان عبد الله بن سعد بن ابي الصرح قبل ما يروح يفتح سبيطلة استأذن الخليفة عثمان بن عفان، فده يدل على المشاركة. ماشي. السؤال اللي بعده بيقول لك يرجع السبب الرئيسي في انتصار المسلمين في أجندين إلى إيه؟ هل التخطيط الجيد ولا القوة العسكرية ولا التفوق العددي ولا تطبيق مبدأ الشورى؟ طبعا هيبقى التخطيط الإيه؟ الجيد. ماشي. السؤال اللي بعده بيقول لك تعاونت مع الدولة العباسية في استعادة السيادة البحرية الإسلامية. أنا لسه قايل لك مين اللي خلانا ناخد جزيرة صقلية؟ جدع، اللي هي دولة الإيه؟ دولة الأغالبة. طب فكرني كده، مين اللي عمل دولة الأغالبة؟ هتقول لي يا مستر إبراهيم بن الأغلب. مين القائد اللي فتح صقلية؟ أسد بن الفرات. والحتة دي مهمة، الحتة دي مهمة، الحتة دي مهمة. وصقلية دي اللي كانت موجودة غرب البحر المتوسط. ماشي. السؤال اللي بعده بيقول لك مكن المسلمين من فتح شرق الأندلس. شرق الأندلس بقيادة مين؟ بص، أنا عايزك تعرف يا صديقي إن دي الأندلسية. أول واحد راح فتح بلاد الأندلس وأول واحد دخل قارة أوروبا كان واحد اسمه طارق ابن زياد، وده كان أصله من البربر. بعد كده اللي فتح جهة غرب أوروبا غرب الأندلس، اللي فتح غرب الأندلس كان موسى ابن نصير. إنما اللي فتح الشرق كان عبد العزيز ابن موسى بن نصير. يبقى اللي فتح الوسط طارق ابن زياد، وده أول واحد فتح بلاد الأندلس وأول واحد راح أوروبا. حلو. اللي فتح الغرب موسى بن نصير، اللي فتح الشرق عبد العزيز ابن موسى بن نصير. بس الحتة اللي معرفناش نفتحها هي شمال غرب الأندلس. ليه؟ بسبب غزارة الأمطار. فممكن يجي لك سؤال ربط. السبب اللي احنا فشلنا نخش القسطنطينية هو نفس السبب اللي فشلنا نخش شمال غرب الأندلس. وإيه هو؟ هو غزارة الأمطار أو الأسباب المناخية. ماشي. هنا بقى بقول لك مين اللي فتح الشرق؟ هتقول له اللي فتح الشرق عبد العزيز بن موسى بن إيه؟ نصير. لو كان شال لك الشرق وقال لك الغرب كنت هتقول له إيه؟ كنت هتقول له موسى بن نصير. طب لو قال لك الوسط كنت هتقول له طارق بن زياد. تمام؟ تمام. خش على السؤال اللي بعده. سؤال مقالي بيقول لك اتخذت قريش اساليب عديده لمواجهه الدعوه الاسلاميه. طبعا احنا عارفين الاربع اساليب اللي قريش استخدمتهم. اول حاجه يا محترم ان هي طلعت نشر الشائعات، وهنا تتشابه مع المنافقين واليهود في قيام حرب نفسيه وفشلت. تاني حاجه التفاوض، راحت تفاوضت مع ابو طالب، وده تفاوض غير مباشر. وبعد كده راحت تفاوضت مع النبي وعرضت عليه فلوس لكن النبي رفض. تالت حاجه محترم الايذاء والتعذيب،
ان هم الاول بداوا يعذبوا العبيد، بعد كده لما لقوا الناس عماله تخش في الاسلام عذبوا كل المجتمع. بعد كده عملوا يا محترم مقاطعه اقتصاديه واجتماعيه، وده الاسلوب اللي البلاد بتستخدمه حديثا لمحاربه البلاد الاخرى. لو جه قال لك ايه الاسلوب الحديث اللي قريش استخدمته البلاد بتستخدمه حاليا، قول له المقاطعه الاقتصاديه. الناس دلوقتي لو عايز تحارب دوله بتعمل مقاطعه، زي ما احنا كده عملنا مقاطعه على عارفهم؟ ايوه، عملنا مقاطعه ليه؟ عشان نحاربهم. فالاسلوب الحديث اللي بيستخدموه دلوقتي قريش استخدمته زمان، اللي هي المقاطعه الاقتصاديه والاجتماعيه اللي عملتها على بني هاشم. يبقى ايه الاساليب بتاعت قريش عشان تحارب الدوله الاسلاميه؟ 4: نشر الشائعات، وده حرب نفسيه، وتتشابه هنا مع اليهود ومع اللهم صل على رسول الله المنافقين. والتفاوض بيتقسم ل2: تفاوض غير مباشر مع ابو طالب، وتفاوض مباشر مع النبي، والاثنين فشلوا. وايذاء وتعذيب، بداوا يعذبوا، ولما بداوا يعذبونا هاجرنا الى الحبشه. ومقاطعه اقتصاديه واجتماعيه، واللي عمل علينا برضو مقاطعه وحصار كان الروم، او ممكن نقول عرب الشام. عرب الشام عملوا علينا حصار اقتصادي، خلي بالك، بعد صلح الحديبيه. ماشي. السؤال اللي بعده: ايد يعني دلل. يعد سلوك عمر بن الخطاب نموذج عملي لمبادئ الفتح الاسلامي بما عمل به لاهل الياء. مين هم اهل الياء؟ اللي هم اهل بيت المقدس. هنا طبعا عمر بن الخطاب لما راح بيت المقدس عمل معاه صلح اسمه صلح او عهد الامان، وهنا ساعتها ادهم حريه العقائد الدينيه، ادهم حريه العقيده، وامنهم على كنائسهم واموالهم والكلام ده كله، وكان في ديمقراطيه وكان في شورى. فهنا بيعمل بمبادئ النبي صلى الله عليه وسلم، ان انت ما تقربش لرهبانا في المعبد. صليتوا على النبي. وكمان عمل الكلام ده لما كان بيزور كنيسه القيامه. لما راح كنيسه القيامه ساعتها الاذان اذن، فساعتها بطريرك قال لعمر بن الخطاب صلي في مكانك. قال له لا، انا لو صليت في مكان اللي هو كنيسه القيامه المسلمين هيجوا بعديه وهيهدوا المكان، ويقول لك ده مكان مقدس. الخليفه عمر بن الخطاب صلى فيه. فعشان عمر بن الخطاب يحترم قدسيه المكان ويحترم الحاجات المقدسه للديانات الاخرى، راح صلى بره الكنيسه. وفعلا بعد كده المكان اللي عمر بن الخطاب صلى فيه اتعمل مسجد. يبقى لما يجي لك سؤال هنا يقول لك دلل يعد سلوك عمر بن الخطاب نموذج عملي لمبادئ الفتح الاسلامي، ان هو احترم اللهم صل على رسول الله، ان هم اللي هو احترم الديانات الاخرى او احترم العقيده. ازاي؟ ما رضيش يصلي في كنيسه القيامه. ليه ما رضيش يصلي في كنيسه القيامه؟ عشان المسلمين ما يجوش بعده يهدوا الكنيسه، على انه مكان مقدس للمسلمين. فاحترم قدسيه المكان للمسيحيين وراح صلى بره الكنيسه. وفعلا بعديها بفتره بنوا مسجد وسمي بمسجد عمر بن الخطاب. ماشي. نيجي بعد كده يا صديقي للنموذج رقم 3، اخر نموذج معانا. بيقول لك ايه؟ اول سؤال بيقول لك قال الرسول صلى الله عليه وسلم لا فضل العربي على اعجمي الا بالتقوى. مفيش فرق بين حد. فده كده قضى على ايه؟ كده قضى على التميز الايه؟ العنصري. السؤال اللي بعده: اشترك بلاد اليمن مع سكان شمال وغرب شبه الجزيره العربيه. هنا شمال يقصد بيها العراق والشام. مين اللي عمل الممالك في العراق والشام؟ اهل اليمن لما سابوا اليمن ومشوا. وغرب يثرب غرب شبه الجزيره العربيه يقصد بيها مين؟ يثرب اللي كان فيها قبيلتي الاوس والخزرج جايين من اليمن. يبقى كلهم متشابهين في وحده الايه؟ الاصل، ان كلهم جايين منين؟ من اليمن. ماشي. السؤال اللي بعده بيقول لك تشابه موقف المنافقين مع الدوله الاسلاميه من خلال ايه؟ المنافقين امتى غزلوا السؤال اللي بعده بيقول لك تشابه موقف المنافقين من الدوله الاسلاميه خلال غزوتي ايه؟ هنا المنافقين امتى غزلوا النبي صلى الله عليه وسلم؟ طبعا في غزوه احد وغزوه الخندق. غزوه احد لما عبد الله بن ابي بن سلول رجع بثلث الجيش، وغزوه الخندق لما غدروا بينا وما وقفوش معانا، كنا محاصرين من قدام ومن ورا، قدام من قريش ومن ورا من يهود بني قريظه، والمنافقين ساعتها ما وقفوش معانا ولا وقفوا معانا فين؟ في غزوه احد. ماشي. السؤال اللي بعده بيقول لك اظهر حكام الدول المستقله
الولاء للدولة العباسية، انت كنت دولة مستقلة بس ولاءك للدولة العباسية ليه مع انك دولة مستقلة؟ قال لك يا محترم عشان الخليفة ده كان له مكانة ايه؟ كان له مكانة دينية. تمام يا صديقي؟ تمام. السؤال اللي بعده بيقول لك كانت احداث معركة اليرموك تطبيقا عمليا لايه؟ طبعا لسه حلينها الشورى، لما عمرو بن العاص اشار علينا ان احنا نحاربهم في نهر اليرموك. بيقول لك سؤال رقم 6 ساعد قريش لاثناء الرسول عند دعوته بعدة عروض، اهمها ايه؟ بيقول لك ساعد قريش للرسول صلى الله عليه وسلم لما الرسول كان بيدعي لدعوته بعدة عروض، عرضت عليه ايه؟ عرضت عليه اللهم صل على رسول الله، اسمع كده، حاجات اجتماعيه وثقافيه ولا اقتصاديه وسياسيه ولا سياسيه وعسكريه ولا عسكريه واجتماعيه؟ طبعا الاجابه هنا هي عرضت عليه فلوس فتبقى اقتصاديه، وعرضت عليه ان هو يبقى زعيم فدي حاجه ايه؟ سياسيه. ماشي. السؤال اللي بعده فرضت الدوله الاسلاميه سيطرتها الكامله على الشمال الافريقي على يد القائد ايه؟ امتى خدنا الشمال الافريقي كله اللي هو مصر وليبيا والجزائر وتونس والكلام ده؟ طبعا بعد ما موسى بن نصير وصل لحد فين؟ الاندلس. فاحنا سيطرنا على الشمال الافريقي في عهد القائد موسى بن نصير اللي هو كان ساعتها الخليفه اسمه الوليد بن عبد الملك. ماشي. السؤال اللي بعده بيقول لك سعى الرسول صلى الله عليه وسلم لنشر الدعوة الإسلامية خارج مكة بعد إيه؟ النبي صلى الله عليه وسلم أول مرة خرج من مكة كان ساعتها في عام الحزن اللي هو العام العاشر من البعثة، بعد موت أبو طالب عمه وبعد موت زوجته اللي هي السيدة خديجة. فهو خرج راح الطائف، لأول مرة خرج من مكة راح الطائف بعد إيه؟ بعد وفاة عمه اللي هو أبو طالب، أو كان في عام الحزن. السؤال اللي بعده بيقول لك سيطر المسلمين على بلاد فارس بأكملها. أنا لسه قايل لك إن إحنا سيطرنا على بلاد فارس في معركة نهاوند، بعد معركة نهاوند فتبقى بفتح إيه؟ نهاوند. طب القادسية خدنا نص العراق التاني على يد سعد بن أبي وقاص. المدائن دي اللهم صل على رسول الله اللي بعديها طردنا الفرس من العراق، انما الخراسان دي كانت في عهد عثمان ابن عفان. السؤال اللي بعده انما نهاوند كانت في عهد عمر بن الخطاب. بيقول لك تركزت فتوحات الدولة العباسية، معظم فتوحات الدولة العباسية كانت في المشرق، فهنقول ايه؟ في المشرق الاسلامي. ماشي. السؤال اللي بعده بيقول لك اتفق حلف الفضول اللي النبي صلى الله عليه وسلم عمله قبل الاسلام وصحيفة المدينة اتفقوا على ايه؟ التكافل الاجتماعي ولا التسامح ديني ولا حرية عقيدة ولا نصرة المظلوم؟ طبعا نصرة الايه؟ المظلوم. السؤال اللي بعده تراجع الأنصار في اجتماع سقيفة بني ساعدة. تراجعوا عن ايه؟ لأن لما اجتمعوا في سقيفة بني ساعدة في البداية اختاروا سعد بن عبادة، بعد كده تراجعوا عن الاختيار وبعد كده اختاروا مين؟ أبو بكر الصديق. ليه؟ عشان يعملوا بوصية النبي إن يبقى في مبدأ الايه؟ مبدأ الشورى. فده يدل على ايه؟ يدل على انعدام خبرة الأنصار ولا الحرص على مصلحة المسلمين ولا كثرة عدد المهاجرين ولا الخضوع لرأي المهاجرين؟ طبعا يا صديقي هختار ايه؟ هختار الحرص على مصلحة المسلمين. وخلي بالك من سقيفة بني ساعدة دي مهمة، ان هم اجتمعوا فيها بعد وفاة النبي عشان يحلوا مشكلة سياسية. من اللي اجتمع في الأول؟ الأنصار. بعد كده عملوا بالعزبة القبلية واختاروا واحد منهم اللي هو اختاروا سعد ابن عبادة. مين عرف؟ المهاجرين راحوا للأنصار فاجتمع المهاجرين والأنصار فطبقوا مبدأ الايه؟ الشورى. ساعتها اختاروا مين؟ اختاروا أبو بكر الصديق لأنه هو كان أنسب واحد إن هو يمسك خليفة، لأن النبي صلى الله عليه وسلم في آخر أيامه لما كان تعبان كان مين اللي بيصلي بالمسلمين؟ أبو بكر الصديق. ماشي. ومين اللي هاجر مع النبي؟ ابو بكر الصديق. فهم وافقوا على ابو بكر الصديق وقالوا خلاص احنا موافقين عليه، مش عشان المهاجرين اقوى او الكلام ده، لا عشان هم خايفين على مصلحه المسلمين. ماشي. السؤال اللي بعده بيقول لك اتسعت دائره وتعذيب قريش للمسلمين امتى؟ بعد ما بقى عدد كبير من اهل مكه يخشوا الاسلام. فانا اختار بسبب كثره عدد المسلمين بايه؟ داخل ايه؟ مكة. لأن الأول كانوا بيعذبوا العبيد، بعد كده عذبوا كل
المسلمين. ليه؟ بسبب ان الناس عماله ايه؟ عماله تخش. السؤال اللي بعده. السؤال اللي بعده بيقول لك لعبت مكة دورا في التواصل الحضاري قبل الإسلام نتيجة إيه؟ إحنا طبعا لو إحنا بصينا لمكة هنلاقي موقعها متوسط بين اليمن وما بين الإيه؟ الشام، وكانت بتعمل رحلتي الصيف والشتاء، رحلة في الصيف بتروح الشام ورحلة في الشتاء بتروح إيه؟ اليمن. فهي كانت بتعمل تواصل حضاري من خلال إيه؟ من خلال تنظيمها رحلات إيه؟ تجارية اللي هي رحلتي الصيف والشتاء. ماشي. السؤال اللي بعده. سؤال رقم 15 بيقول لك يرجع اندلاع معظم الحروب، قيام معظم الحروب داخل شبه الجزيرة العربية قبل الإسلام إلى عوامل إيه؟ طبعا يا صديقي أنا عارف إن العلاقة بين القبائل قبل الإسلام لم تسير على وتيرة واحدة، كان بينهم حروب وبينهم أحلاف، بينهم حروب زي حرب البسوس والفجار، إن هم كانوا بيتخانقوا على حاجتين. كانوا بيتخانقوا على ايه القبائل قبل الاسلام؟ كانوا بيتخانقوا على المياه والمراعي. ليه بيتخانقوا على الميه؟ مفيش عندهم ميه، لان هم عندهم صحراء، فده بقول عليه سبب اقتصادي. وكانوا بيتخانقوا تاني حاجه على الاخذ بالثأر. ايه الاخذ بالثأر؟ انت اللي قتلت بابايا، الطار يعني، ودي اسباب اجتماعيه. يبقى الحروب اللي كانت بتقوم بين القبائل قبل ظهور الاسلام لها اسباب اقتصادية وأسباب اجتماعية. يبقى أنا أختار إيه؟ أسباب اقتصادية واجتماعية. ماشي. السؤال اللي بعده. السؤال اللي بعده بيقول لك وصلت المرأة لأعلى مكانة سياسية في شبه الجزيرة العربية قبل ظهور الإسلام، حليناها بدل المرة 1000. أنا قلت لك اللي كان ليها مكانة سياسية كانت زنوبيا دي في تدمر في الشام، وبلقيس كانت في سبأ، فأنا أختار إيه؟ هختار طبعا بلاد الإيه؟ الشام اللي هي زنوبيا اللي كانت في تدمر، وخلي بالك من الجزئية دي. ماشي. السؤال اللي بعده بيقول لك من الأدوار التي ساهم بها المسجد في عهد الرسول صلى الله عليه وسلم وكان ملتقى للمسلمين، هنا دور ايه؟ كان بيجمع المسلمين، بيخلي المسلمين يتعرفوا على بعض، ده دور ايه؟ طبعا دور اجتماعي، مش محتاجه يعني. ماشي. طب ايه الدور السياسي اللي كان بيعمله؟ ان هو كان مكان او مقر لإدارة شؤون الدولة الإسلامية، وكان له دور سياسي وعسكري ساعتها. طب ايه هو الدور الاقتصادي؟ مسجد النبي ما كانش ليه دور اقتصادي. طب هو الدور الثقافي؟ ان احنا كنا بنتعلم فيه مبادئ الاسلام. ماشي. السؤال اللي بعده بيقول لك سؤال رقم 18 تضمنت صحيفة المدينة العديد من الأسس التي أكدت عليها مبادئ حقوق الإنسان في العصر الحديث من حيث التأكيد على إيه؟ طبعا من حيث التأكيد على التعايش الإيه؟ السلمي. إن صحيفة المدينة كانت بتعمل على التعايش السلمي، وإن هي كمان تحدد الواجبات والمسؤوليات. ماشي. سؤال رقم 19 تعد من الآثار السياسية للمؤاخاة التي قام بها الرسول صلى الله عليه وسلم بين المهاجرين والأنصار. إيه الحاجة السياسية اللي نتجت عنها؟ طبعا هتبقى تقوية الجبهة الإيه؟ الداخلية. طول ما احنا حاطين إيدينا في إيدين بعض فالجبهة بتاعتنا قوية. ماشي. السؤال اللي بعده سؤال رقم 20 من أخطر الأسلحة سلاح الشائعات سواء في السلم أو في الحرب، وقد تساهم بشكل مباشر في الهزيمة. طبقت قريش المقولة السابقة للتأثير على المسلمين من الناحية الإيه؟ هي الشائعات دي بتعمل إيه؟ دي حرب إيه؟ هتبقى حرب نفسية. السؤال اللي بعده حدثت أولى معارك المسلمين مع الروم في عهد إيه؟ أول معركة هي معركة أو هي غزوة مؤتة. غزوة مؤتة كانت في عهد مين؟ طبعا في عهد الرسول صلى الله عليه وسلم. تمام. خش بعد كده محترم. كده محترم الأسئلة خلصت. يبقى احنا كده محترم حلينا 3 نماذج اللي هو النماذج الاسترشادية. لو انت بقى محترم عايز تزود مذاكرتك هتبدأ تفتح الPDF اللي فيه نواتج تعلم عن المنهج كله، وكمان هنبعت أسئلة تانية على الجروب بتاعنا. طب اخش الجروب ازاي؟ ابعت لنا على الأرقام وهندخلك الجروب. يبقى احنا كده حلينا نماذج استرشادية، معاك ملزمة فيها نواتج تعلم عن المنهج كله، وكمان هبعت لك ان شاء الله اسئله مهمه تخلي بالك منها. ويا رب يا صديقي اكون قدرت افيدك بحاجه، وقدرت اخليك تلم جزء من المنهج، وقدرت اوصل لك معلومات جديده. وان شاء الله نشوفكم الترم الثاني على خير، ونتابع معاكم درس بدرس. سلام يا صديقي.